أمر قاضي تحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و129 متهما آخرين، أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع ونائبه محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، أمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. وأسند قاضي التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم خطف ضباط وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، كذلك القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. من ناحية أخرى، أفاد موفد التلفزيون إلى وزارة الداخلية بإيداع كل من عصام الحداد وأيمن علي مستشاري الرئيس المعزول بسجن ترى وسط حراسة أمنية مشددة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفدنا إلى وزارة الداخلية محمد علوي. بعد التحية، ضعنا في جديد الأوضاع الأمنية على مستوى محافظات الجمهورية. بثينة، تحياتي إليك وللمشاهد الكريم. بالفعل وكما انفرد التلفزيون المصري وانفردنا بوصول عصام الحداد وأيمن علي إلى منطقة سجون ترى تقريبا في تمام الساعة 12 إلا ربع، وصل عصام الحداد وأيمن علي إلى منطقة سجون ترى، وللتأكيد هم مش لسه طبعا مقبوض عليهم، لكن يعني وصلوا بالفعل إلى منطقة سجون ترى وانفرد التلفزيون المصري بوصولهم إلى هناك. الحقيقة احنا موجودين داخل منطقة سجون ترى وبتتجول كاميرا التلفزيون المصري لتصوير يعني تكنولوجيا جديدة وللمرة الأولى بتطبق في مصر، تكنولوجيا غرفة خاصة بنزلاء السجون، في المقابل بيبقى في أهالي السجون أثناء الزيارة من خلال لوح زجاجي في المنتصف، ومن خلال سماعة تليفون بتتم عملية الاتصال بالنزلاء والأهالي. هذه التكنولوجيا تطبق للمرة الأولى بسجن شديد الحراسة، ستطبق وستعمم بعد ذلك في جميع السجون، بتهدف في المقام الأول إلى إحكام السيطرة على النزلاء وعدم تسريب أو خروج أي تكليفات من النزلاء بالسجون إلى أهالي النزلاء.